ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في افضل حال. زي ما انتم عارفين دايما بحب ابدا كلامي بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا زي ما كنا وهنكون ان شاء الله بفضل الله سبب بسيط بعد ربنا في سعاده ناس كتير قوي عندنا كل شهر. زي ما انتم عارفين في اطعام بيخرج من عندنا كل شهر. فزي ما فرحنا معظم الناس كده في المناسبات والاعياد، وما شاء الله كانت فكره اطعام شم النسيم جميله اول الاسر وفرحنا اسر كتير جدا. فكل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا على قدوم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين يا رب. فجت لي فكرة كده، بما إن العيد هيبقى في أول 6 وإحنا كده كده هنطلع إطعام شهر 6، فبإذن الله كده بمساعدة ربنا قبل أي حاجة وبمساعدة حبايبي ومتابعيني وإخواتي وفاعلين الخير، اتكفلنا بإفطار يوم عرفة لبعض الأسر المستحقة. طبعا ربنا يجعل كده بيوتنا عمرنا بالخير، اللهم امين يا رب. في اسر بتبقى يوم زي ده كده ما تقدرش تعمل اقل الامكانيات لاولادها، فاحنا هنفرحهم كده بحاجه بسيطه. زي ما اتفقنا مش هتبقى وجبات، هتبقى اطعام اسر، ومش اطعام كمان، يعتبر افطار صايم. فبالك انت بقى اما تاخدي دعوه حلوه من ناس حلوه في يوم ما فيش بعد كده زيه، يوم وقفه عرفه. فمستنيه بقى حبايبنا كده اللي حابب يشارك معانا في اطعام يوم عرفه يتفضل يشارك معانا، حتى لو باي حاجه بسيطه. صدقوني الحاجه دي بسيطه جدا بالنسبه لكم، بس لو تشوفوا فرحه الناس وهم بياخدوا الحاجه البسيطه دي بجد بيبقى منتهى السعاده. فكل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير يا رب. مستنيه بقى حبايبنا اللي حابه تشارك معانا في اطعام او في افطار يوم عرفه لبعض الاسر المستحقه، وربنا كده يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم امين. وبرضه بحب اختم كلامي بالصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم في رعايه الله، وربنا يقدرنا ويقدركم.